حلقة اتمنعت من العرض، وقررت شركة نيكلوديان إنها تحذفها بسبب كمية الرعب والبشاعة اللي فيها، وبعد كده اتسربت ونزلت على النت. ياريت قبل ما نبدأ تدوس لايك واشتراك في القناة علشان يجيلك كل جديد. يلا بينا. كرتون سبونج بوب واحد من أشهر المسلسلات الكرتونية اللي نزلت، بل ممكن يكون الأشهر جنب كرتون توم وجيري طبعا. سبونج بوب مليان نظريات وحاجات كتيرة، ده غير كمان دعمه للجماعة لياهم. بس ده مش موضوعنا، احنا موضوعنا عن حلقة لسبونج بوب اتحذفت بسبب كمية المرض النفسي اللي فيها. حلقة غريبة جدا. الحلقة كانت بعنوان الريد ميست، واللي معناها الضباب الأحمر. الحلقة بتبتدي عادي، بس تصويرها كان غريب شوية. بنشوف شفيق بيعزف على الآلة الموسيقية بتاعته، ومش عارف يعزف بسبب صوت سبونج بوب العالي. ويخبط على باب شفيق واحد ويقوله ممكن لحظة من وقتك، وشفيق يرد عليه ان هو مش مهتم، ويقفل الباب في وشه ويرجع على الآلة الموسيقية من تاني. ولسه هيكمل يفاجئ بنفس الراجل مخبط عليه، ويكون لون عينه باللون الأحمر ويختفي بعدها. شفيق ما بيهتمش ويروح يكمل عزف، بس ما يقدرش بسبب إزعاج سبونج بوب وبسيط ليه، ويطلع من الشباك ويزعق لهم ويخش يكمل. ونلاقي الشاشة بقت لونها أحمر. ونيجي لتاني يوم ومعاد لحفلة شفيق، والناس بتتجمع في القاعة، والجمهور مستني شفيق على المسرح. يطلع شفيق ويعزف، ويكون عزفه وحش جدا، والناس منزعجة جدا، ويمشوا ويسيبوا الحفلة، وشفيق عينه تتحول للون الأحمر. وبعدها يفضل حزين وماشي كتير جدا، وكل يأس عن اللي حصل. فضل ماشي في الحلقة أكتر من 3 دقايق على أغنية قديمة، ويطلع بيته ونشوف شفيق بالشكل المرعب ده. وبعدها المشهد ده بس مع أصوات غريبة جدا، هسمعها لكم دلوقتي. وبعدها المشهد ده ويطلع شفيق المسدس ويضرب النار على نفسه، ويموت شفيق بالشكل ده. حلقة زي دي ما تنفعش للأطفال، بس تحس برضو إن الحلقة مش عادية، ملعوب فيها. أنا شكيت بنسبة كبيرة، ودخلت دورت وسمعت كلام على إن الحلقة دي معمولة ومتسربة من الدارك ويب. والدارك ويب الحلقة دي بالنسبة للي موجود في الدارك ويب ده لعب عيال يعني. ده احنا بنشوفه وبنسمع عن حاجات أرعب من كده بكتير في الدارك ويب. طبعا خلاصة الموضوع إن الحلقة دي أكيد مزيفة 100%، وفي ناس كتيرة مشهورة وصفحات كبيرة اتكلمت عن الحلقة دي، زي فريد اكس سي اكس اتكلم عن الحلقة دي أكتر من مرة. ده غير برضو حكايات مورو اتكلم عن الحلقة دي وقال إن الحلقة مرعبة واتمنعت من العرض. بس سبق وقلتلك إن الحلقة دي أكيد مش حقيقية، وإن الناس استغلتها عشان الريتش والمشاهدات، مش أكتر من كده. بس ده ما يمنعش إن كرتون سبونج بوب مليان نظريات في الكرتون وحاجات كتيرة ممتعة. هنسيبلك الرابط بتاع فيديوهات نظريات سبونج بوب في الديسكريبشن تحت. وما تنساش لو عجبك الفيديو دوس لايك واشتراك في القناة علشان يجيلك كل جديد، وقولي رأيك في الكومنتات. سلام.